يا أهلا وسهلا في لايف جديد. أولا، الفترة اللي فاتت في ناس كتير قوي اللي بتبعت وبتسأل عن Passion to Profit وتفاصيلها. بشكركم جدا على اهتمامكم بهذا الموضوع ولكل التفاصيل عشان تعرفوا ايه Passion to Profit وازاي تبقوا members فيها. ممكن تزور الموقع اللي هو learn.tuhami.com، وهتلاقيني حتى حاطط لينك ليه فوق في الديسكريبشن بتاع الفيديو. learn.tuhami.com في كل التفاصيل. واحنا حتى لسه في كان بعض الناس كان عايزه او عندها احتياج للوان تو وان كوتشنج، فاحنا لسه في عملنا بروجرام 1 تو 1 بتاخد الاونلاين كورس باشن تو بروفيت، ومعاه 12 كوتشنج سيشنز مع سيرتيفايد باشن تو بروفيت منتور، شخص مدرب خصيصا علشان يساعدك ازاي تطبق كل خطوه في السيستم بتاع باشن تو بروفيت. فباكج جديده ممكن تعرفوا التفاصيل بتاعتها في اللينك اللي قلت عليها learn.tuhami.com. النهارده هنتكلم عن موضوع برضو الباشن، والحقيقه يعني ملفت للنظر. هو احنا ليه لما بنيجي نفكر عايز ابدا مشروع، ليه الاول بفكر في ايه هو شغفي قبل ما افكر في ايه فكره المشروع؟ لان احنا تاني بنقول في باشن تو بروفيت احنا بنخاطب شخصيه محدده جدا، الا وهو الموظف اللي مش مبسوط في شغله بقاله ما يقرب من 10 سنين شغال. فده عشان يبدا مشروع يعني يبداوا في حاجه تستاهل، اللي هو القصه مش قصه بقى فلوس بس، او ان انا عاوز اسيب الشغل بقى وابقى حر نفسي واقعد باشا كده رجل على رجل مشروعي الخاص وبتاع والكلام من ده. ففكره ان انت تكون بتعمل حاجه فعلا بتبسطك وحاجه ليها معنى، او حاجه بترتاح وانت بتعملها، وبتحس ان انت مبدع وانت بتعملها، وبتضيف معنى وانت بتعملها. مش ان انت هتعمل مشروع وخلاص، والا بعد شويه هتحس ان في حاجه ناقصه، هتحس ان برضو ان مش مبسوط باللي انت بتعمله. زمان كنت مش مبسوط بسبب المرتب، دلوقتي او بسبب ضغط الشغل، يعني اللي من ضمنه ان المرتب مثلا مش كافي او whatever. النهارده انت مش مبسوط بسبب ضغط البروجكت بتاعك او ضغط المشروع بتاعك، الدنيا فيه مش ماشيه، الدنيا فيها تحديات كبيره وهكذا. لو انت اصلا مش مبسوط في المجال ومش مهتم بالمجال، بس انت عملته عشان سبوبه او اهو يبقى عندي مشروعي الخاص، حلم المدير ده، او ان انت يبقى عندك مشروع خاص، مش هو ده اللي هيخليك فولفيلد، ودايما هتحس برضه ان في حاجه ناقصه. فانت اصلا النقله اللي انت هتعملها نقله ضخمه وكبيره، من موظف لرائد اعمال، دي نقله مش سهله، فتعملها على حد تستاهل بقى. فعشان كده احنا بنبدا الاول نفكر هو ايه المجال اللي انت بتحبه، علشان لما تبدا فيه مشروع يبقى يستاهل التعب اللي انت هتتعبه علشان تتحول من موظف لرائد اعمال او شخص عنده مشروع. فعشان كده دايما بنهتم بانك الاول تديفاين شغفك ايه. القصه بقى والازمه الطاحنه اللي عند الناس اللي هو طب انا مش عارف انا بحب ايه، انا مش عارف ايه هو شغفي. ودي انا بقولها وبكررها وهعيدها مليون مره لما نيجي نتكلم عن الموضوع ده. مفيش حد ما يعرفش شغفه ايه. انا في فيديو هعمله برضو لايف يعني قريب على طول ان شاء الله، يعني خليك متابع عن هو الشغف ده بيتولد ازاي في حياه البني ادم اصلا، عشان لما الناس تفهم هو بيتولد ازاي هعرف اعرفه. لان انا دايما بقول ان ما ينفعش، ما ينفعش ان حد ما يبقاش عارف شغفه ايه. فانت عارفه كويس جدا. وانا يعني انا 15 سنه خبره في الكلمه دي، كلمه باشن 15 سنه. ما فيش واحد جه قال لي انا ما اعرفش شغفي ايه، ودي الحقيقه. كلهم عارفين، كلهم عارفين يعني بلا ادنى درجه شك، يقينا. بس هو الحقيقه هو مش كذاب او مش مخادع او اي حاجه، هو فعلا عنده لخبطه في حاجه بتدور في دماغه هنا ملخبطاه. من اكتر الحاجات اللي بتلخبط البني ادم لان هي فكره ان شغفي ده هو اوريدي موجود، مش حاجه انا هخترعها جديد، او رايح عايز اعرف حاجه بحبها انا ما شفتهاش قبل كده او ما عرفتش عنها حاجه قبل كده. مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. المهم بقى نرجع تاني اكتر الحاجات اللي بتوقف الناس حاجه انا بسميها the conditional search. يعني انت تبحث عن شغفك بشكل مشروط، في بعض الشروط في دماغك كده انت حاططها، وعاوز الشغف اللي مناسب للشروط دي، مش عاوز الشغف اللي مناسب لشروط تانية. اديكم مثال مثلا عشان يبان القصه. لسه في اخر سيمينار احنا عاملينه، في واحده جت قالت لي انا متلخبطه جدا ومش عارفه اوصل لحاجه ومش عارف ايه. قلت لها ممكن تقولي لي الاكسرسايز اللي انت عملتيه؟ بنعمل اكسرسايز ذا باشن مينيو ميثود، ما خيبش ولا مره
يعني طلع نتائج خاطئه او ما ساعدش حد انه يعرف الباشن بتاعته. فقلت لها قولي لي النتائج ايه، فقالت لي انا طلعت كذا وكذا وكذا وكذا. قلت لها طب يعني انت بتبقي مبسوطه وانت بتمارسي الحاجات دي يعني؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لها على فكره الاجابه دي مش منطقيه، هي وصل السؤال ده يا يا لا. يعني انا لما اقول لك بسالك هل انت بتبقي مبسوطه وانت بتمارسي المجال ده، ما ينفعش تقولي ما اعرفش، هو يا مبسوطه مش مبسوطه. فقالت لي انا حقيقي ما اعرفش. فانا طبعا يعني انا 15 سنه بسمع الردود دي على اسئله من هذا النوع، فانا عارف هو الازمه عندها فين. فسالتها سؤال اخر، قلت لها طب ممكن تحكي لي عن واحده من الباشنز اللي انت كاتباها، يعني خيرتها كده. فقررت ان هي تتكلم عن واحده فيهم. فقالت لي هو انا مثلا بحب اللغات جدا جدا جدا. قلت لها طب كلميني عنها. فطبعا قلت لي يعني طبعا انا يعني وقفت لحظه قبل ما اسالها هو انت بتقولي انا بحب اللغات جدا جدا، طب ما انت من شويه قلت لي انا ما اعرفش ببقى مبسوطه ولا لا. المهم قلت لها كلميني عنها. قالت لي انا بحب جدا تنظيم المعارض والمؤتمرات وبحب اللغات جدا، والفرنساوي من اكتر اللغات اللي انا بحبها، وحتى دخلت ولادي مدارس فرنساوي من كتر ما انا بحب اللغات وطول حياتي فانا اشتغلت كتير جدا فتره طويله جدا في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدوليه والحاجات دي. وكنت ببقى مبسوطه جدا جدا وبتاع. فطبعا انا قاعد اللي هو يا رب. طب بس انا عاوز اوصل معاها للنقطه اللي هي بقى عند ناس كتير، وهي دي الكونديشنال سيرش او احد الامثله لقصه او ازمه الكونديشنال سيرش. قلت لها طيب يعني واضح ان انت يعني متفوقه كنت حتى في شغلك في المجال ده، وكنت كنت مستمتعه بيه جدا وبحب جدا الموضوع ده، بس خلاص بقى لي 22 سنه شغاله والكوربريت لايف يعني زهقتني وتعبت من المجال ده ومن الضغوط بتاعته، وصعب جدا وفي تحديات كبيره جدا جدا، فمش يعني مش عاوزاه. فهنا بقى مربط الفرس، هي جايه تدور على شغف غير اللي هي بتحبه والكوربريت لايف دفنه. فده كونديشنال سيرش، لان انت ممكن تكون جدا بتحب اوريدي شغفك هو في مجال اللي انت شغال فيه حاليا اصلا مش حاجه جديده، ولكن انت علشان مارست شغفك في ظروف غير مناسبه غير حميده للشغف. يعني انت الكوربريت لايف قتلت كل سعاده او طموح او انبساط جواك، ما بقتش قادر تحس باللي انت كنت بتحسه زمان في البدايات. وسبيشالي لو انت يعني ارتقيت بقى في الوظيفه بتاعتك لمانجيريال بوزيشن، فبقيت تبعد خالص عن ممارسه شغفك، فبدات تتعب من الضغط. فانت بتظن بقى لا انا عاوز حاجه بكون بحبها غير اللي انا خلاص بعملها بقالي سنين دي وتعبت منها. بقى انت ما تعبتش منها، انت تعبت بسبب ممارستك الخاطئه ليها. انت مارستها في بيئه سامه، لكن ممكن تعملها بطريقه تانية. انت متخيل ان انا هقعد يعني او دي الطريقه الوحيده لو انا قلت ان ده شغفي وعملت منه مشروع همارسه زي ما كنت بمارسه في شغلي؟ فهو ده اللي عامل لك الازمه. فانت مش عاوز المشهد ده، مش عاوز المنظر ده، مش عاوز تمارسه زي ما كنت بتمارسه في شغلك. فانت جاي عندي جاي باشن تو بروفيت، او جاي بتدور على شغفك عند اي اكسرسايز تاني او عند اي حد تاني، بس بتدور على شغف تاني بقى غير ده. وهو الشغف مش سوبر ماركت انت داخل تنقي الحاجه اللي على مزاجك. هي حاجه انت بتحس تجاهها بشعور جامد جدا بالانجذاب، وبس يعني مجال انت حابه وما بتبقاش قادر تتحكم فيه. يعني هو انا بحبه وما اعرفش بحبه ليه. بس هو في الفيديو الاخر هنتكلم بقى عن رحله ولاده الشغف في حياه البني ادم، بيتولد ازاي، عشان تبقى عارف بس ان دي حاجه يعني مش هتختارها، هي موجوده وجات لك من حيث لا تحتسب. فانت لو عاوز فعلا تكتشف شغفك لازم ما يبقاش بتدور عليه بشكل مشروط. من الاشكال البحث المشروط برضو ان انت عاوز الشغف اللي انت شايف ممكن يجيب فلوس ازاي، او عاوز الشغف اللي عندي فيه خبرة، او عاوز الشغف اللي انا متأكد اني هفضل مكمل فيه طول حياتي، او عاوز الشغف اللي انا اتأكد 100% انه لا يمكن يتغير، او عاوز الشغف اللي انا اوريدي في حاجة اكون حاجة شاطر فيها، او عاوز الشغف اللي اكون مارسته. ممكن لان شغفك انت على فكرة ممكن تكون ما مارستوش، بس كل ما تشوف حد بيعمله بتبقى مبهور. فانت بتدور على شيء مشروط، وده مش هيوصلك لحاجه. ف وده في عكس على فكره، انه في بعض الناس بتبقى بتيجي مثلا تقول انا كنت جاي متصور ان شغفي هيكون كده، بس هو طلع حاجه تانية خالص، فانا مش مصدق النتيجه. فهو جاي عاوز يفاليديت
اللي هو نفسه فيه. يعني انا اليومين دول كده عندي افكار بتدور ناحيه نفسي اعمل مشروع عن مثلا، نفسي اعمل مزرعه. فانا جاي انا عاوز اكتشف ان شغفي الزراعه يعني. فهو علشان اليومين دول بيدور في باله حاجه معينه، فهو عاوز ان شغفه يبقى ما يبقاش حاجه تانية. فبيقول انا اتصدمت، انا طلع حاجه غير اللي انا متصورها خالص. الله يعني. فهي الفكره كده، طول ما انت بتبحث عن شغفك بشكل مشروط عمرك ما تقدر توصل لحاجه. فانا عاوز حتى الناس تفكر في الكلام اللي احنا قلناه ده فيما يخص الكونديشنال سيرش، ويبقى في مصارحه كده. كل واحد يفكر ويكتب لي في الكومنتس تحت الفيديو ده شغفه ايه اللي هو بيور، بدون ما يحاوطه باي شروط. الحاجه اللي انا بحبها بغض النظر بقى مارستها غلط فين، شغلك زهقك منها ولا لا، سايبها بقالك سنين، ما تعرفش اذا كنت شاطر فيها ولا لا. كل بقى الشروط اللي هي بتحوط الموضوع، هي حاجه انا بحبها وميال، اكتبها في الكومنتس تحت وخلينا نشوف. لان دي زي ما بقول هي حاجه انت عارف. بس نكتفي بهذا القدر المره دي عن فيما يخص هذا الموضوع. وتاني بفكركم كل حاجه خاصه بباشن تو بروفيت موجوده في لينك learn.tuhami.com، هتلاقوا حتى اللينك بتاعتها في الديسكربشن بتاع الفيديو. ونتمنى تكونوا جزء من هذا الحلم. دايما هنقول كده، مش هنقول اتمنى تشترك في كورس باشن، لا، انت تكون حلم من ضمن، يعني تشاركنا حلم باشن تو بروفيت، لان احنا بنحلم نغير حال الموظفين في العالم كله. وده مش هيحصل غير ان كل واحد بينضم للباشن تو بروفيت يبقى قصه نجاح نفتخر بيها ونقول في المجال ده عندنا فلان نجح، والمجال ده عندنا فلان نجح، وعندنا سكسس ستوري في كل مجال. فاحنا حريصين جدا ان كل واحد يبقى سكسس ستوري نفتخر بيها. فمش كده بقول شاركونا هذا الحلم، لان من غير ما انتوا تنجحوا عمرنا ما هنقدر نحقق هذا الحلم. بس كده التفاصيل كلها موجوده. وزي ما بقول تشيك ال1 تو 1 كوتشنج باكج ايديال، انا شايف ان هي حاجه مهمه وممتازه جدا. باكج مهمه ان انت بتبقى بتاخد الكورس وبتتعلمه اونلاين، وفي نفس الوقت معاك كوتش ممكن تقابله فيس تو فيس او حتى اونلاين لو انت بره القاهره، يتابع معاك تطبيق السيستم خطوه خطوه، 12 سيشن على مدار 6 شهور، يعمل لك بروجرس قوي جدا وسريع. فتشيك ذيس اوفر. وطبعا لو انت حابب بقى تاخد الاونلاين كورس او تحضر اللايف سيمينار، برضه هتلاقي الباكجز دي موجوده في اللينك. واشوفكم على خير في لايف اخر ان شاء الله، والى اللقاء.